في يوم من الأيام، كان هناك طفل صغير يدعى سامي. كان يحب اللعب على جهازه اللوحي لساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل. كان يستمتع بمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب دون حساب للوقت. لكن في الصباح التالي كانت هناك مشكلة. استيقظ سامي متأخرا وذهب إلى المدرسة متعبا وغير مركزا. لم يستطع متابعة الدروس جيدا وكان يشعر بالنعاس طوال الوقت. في الفصل لاحظت صديقته ليلى كم كان سامي متعبا. بعد انتهاء الدرس تقدمت نحوه وقالت: كم سامي، لماذا تبدو متعبا اليوم؟ فأجاب: لقد بقيت مستيقظا حتى وقت متأخر ألعب على الجهاز اللوحي. ابتسمت ليلى وقالت: أتدري؟ أنا دائما أنام في وقت مبكر وهذا يجعلني نشيطة جدا في الصباح. أستطيع فهم الدروس بسهولة. وشعرت بفرق كبير في حياتي اليومية. كان سامي يفكر في كلام ليلى. لاحظ كيف كان وجهها مشرقا ومشرورا، وبينما تعمق في التفكير في الآثار الإيجابية للنوم المبكر أدرك أنه ربما ينبغي عليه تغيير عاداته. قلت ليلى واجهت نفس المشكلة، لكن بمجرد أن بدأت في النوم مبكرا شعرت بتحسن كبير في نشاطي وقدرتي على التركيز. اقتنع سامي بعد سماع قصتها وقرر أن يجرب النوم مبكرا تلك الليلة. في اليوم التالي استيقظ سامي بوجه مشرق ونشيط. ذهب إلى المدرسة وعبر عن سعادته لأصدقائه الذين لاحظوا الفرق في نشاطه وتركيزه. من تلك اللحظة أدرك سامي أهمية النوم المبكر وكيف أن تنظيم الروتين اليومي يمكن أن يحقق له حياة أفضل. مع قناتنا أتعلم واضحك وتسلها تتعلم كل جديد. ما تنساش الاشتراك عشان يوصلك كل جديد.